فرقة الراجف للسامر بدأت مشوارها في عام 99 من خلال وزارة الثقافة بهدف المحافظة على السامر الشعبي كواحد من أهم مقومات الغناء الشعبي، ليبقى هذا الموروث الفني والغنائي حاضرا في المناسبات والأفراح والاحتفالات الوطنية. وتتباين ألوان غناء السامر الشعبي الذي تغني فرقة الراجف للسامر ما بين المربوعة والمثنى والمثلوثة والرفيح والدحية، فيما يؤدي الكف دور الصوت الموسيقي الذي تتوزع بينه كلمات السامر المستوحاة في معظمها من الأمثال الشعبية والشعر النبطي. واستطاعت الفرقة بعد أن استقطبت عددا من هواة السامر الشعبي من شباب الراجف إثبات نفسها واسمها على الساحة الفنية في المملكة ومحافظة معان بشكل خاص، فيما شاركت في الكثير من الاحتفالات الوطنية التي أقيمت على مستوى المملكة. يلا طلبتك التوبة والمذنب تغفر ذنوبه، ولا المنايا مكتوبة والنفس تحاسب راعيها، الله يميش الهبايب تروي عطشان التراي. يا شرف ما حل الليل به يغلى نقره لكن الفنجان للسامر. وقال مدير الفرقة فهد الرواج فإن الفرقة منذ تأسيسها عملت على جمع الكثير من أغاني السامر الشعبي المتوارث من الآباء وكبار السن، واستطاعت أن تضيف عليه بعض الكلمات الشعرية التي تحمل بين ثناياها الكثير من الحكم والعبر، وتخرجها على شكل أبيات شعرية تغنى في السامر بكل إتقان. وتضم الفرقة أعضاء جميعهم من الشباب من قرية الراجف في لواء البتراء، وهم من الشباب الطموح والحريص على هذا التراث ليبقى حاضرا في كل وقت وزمان، بعد أن جمعوا من آبائهم وأجدادهم الكثير من أشعار السامر المتوارثة ليتغنوا بها في المناسبات الوطنية والأفراح. وفرقة الراجف للسامر طافت كل محافظات الوطن لتقدم فنها الجميل للكبار والصغار من خلال أعضائها الذين يملكون الموهبة والصوت الجميل والأداء الرائع. وفرقة السامر انطلقت سمعتها عربيا، فلها مشاركات واسعة في السعودية، لأن الموروث التراثي الذي تقدمه فرقة الراجف يلاقي الترحيب في السعودية التي تتشابه في تراثها وفلكلورها مع الأردن. وشاركت فرقة الراجف السامر في برنامج شاعر المليون في الإمارات العربية المتحدة، ونالت استحسان الحضور بما تملكه من فن تراثي جميل حافظت عليه فرقة الراجف كجزء من تاريخنا العريق في الأردن والزاخر بالفن التراثي. وفرقة الراجف للسامر أسست مهرجان الراجف للسامر، والذي يقام سنويا في بلدة الراجف في لواء البتراء، ويحظى بدعم وزارة الثقافة التي تساهم في دعم الفرق الفنية التراثية ضمن استراتيجيتها لحفظ هذا الموروث للأجيال القادمة. وأدرج فن السامر الأردني على قائمة اليونسكو العالمية بوصف السامر فلكلور الفرح الأردني كتقليد فني شعبي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي.
وكانت وزارة الثقافة رشحت فن السامر ليكون على القائمة التمثيلية لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، انطلاقا من رؤيتها لإبراز تراثها الثقافي غير المادي على المستويين المحلي والعالمي. فرقة الراجف للسامر تعمل على إحياء موروث المنطقة الشعبي من السامر الشعبي خشية دثاره وبقائه حاضرا تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.